على فشل كثير من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممن انتسب إلى الإسلام وانتسب إلى الصحبة وأسلم، فشلهم في مراقبة القلب وأطره على التسليم ونبذ الحسد ونبذ بغض بني هاشم، بتشبيههم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كنخلة نبتت في كبوة أو نبتت في مزبلة أو كذا، وهذا ذم لأطهر بيت يعني وجد على وجه الأرض وهو بيت بني هاشم، وهذا لا ينفي وجود من شذ عن هذا البيت كما شذ ابن نوح عن نوح، وشذت امرأة لوط عن لوط، وامرأة نوح عن نوح، وهكذا يعني. فذكرنا حديث ما أسميته ما يمكن أن يسمى حديث تشبيه بني هاشم بالمزبلة من قبل قريش، وقريش لها القيادة، وحتى الأنصار استغربوا في هذا. طبعا من ضمن هذا يعني ربما في الحلقة الماضية لم نتمكن من ذكر حديث ابن الزبير، هي حديث كثيرة عن طريق العباس، عن طريق ناس من الأنصار، عن طريق ابن عمر، عن طريق ابن الزبير، كل هؤلاء ذكروا الحادثة، ذكروا هذا الاصطفاف القرشي ضد بني هاشم مبكرا. فيقول عبد الله بن الزبير أيضا يعني في نفس السياق إن قريشا قالت، طبعا في مجمع الزوائد، طبعا الحديث في مجمع طبعا رواها البزار وقال إسناده حسن، يقولها الهيثمي، إن قريشا قالت إن مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل نخلة في كبوة. إذن فالحديث اشتهر، يعني ليس فقط من طريق يزيد بن أبي زياد، وأن اشتهر يعني من طريق يزيد بن أبي زياد ورواه عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بالإسناد، لكن أيضا روي من طريق ابن عمر، وروي من طريق وناس من الأنصار، روي من طريق عبد الله بن الزبير. فهذه طبعا حديث عبد الله بن جعفر أيضا نعم، حديث عبد الله بن جعفر طبعا من طريق هو نفسه من طريق عبد الله بن جعفر، هذا طريق آخر يعني لأن نفسه مكرر، ما أحب أن أكرر الأحاديث. وهو معجم الطبراني أيضا حديث ابن عباس أيضا في تاريخ دمشق بالإسناد. ونواصل إلى أن نصل إلى مسألة أخرى، وهي طبعا حديث جابر بن عبد الله. الأحاديث كثيرة 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 جدا، والغريب في هذا أن في المصادر مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، مصادر قبل البخاري ومسلم، قبل الإمام أحمد وابن أبي شيبة، ووجدت في مصادر فيما بعد. طبعا بعد ذلك من المناسب أن نذكر تنبؤ النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني هاشم سيكونون مستضعفين. وحتى نفهم طبعا ثورة الإمام الحسين، الفتن يرقق بعضها بعضا، أحيانا قد يبدأ الطلقاء في ذم بني هاشم ويسكت الصالحون ويسكت أهل السابقة يجاملون، أو ربما لأن زعماء قريش الذين لهم يرون أنفسهم زعماء قريش الذين تظاهروا بالإسلام قد يرون لهم نفس الأحقية، يعني خلاص أصبحنا مسلمين نتكلم إذا بما نشاء، نرتاح يعني نذم من نشاء، فيسكت الآخرون. وبدأ الفتن يرقق كما قال حذيفة يرقق بعضها بعضا، حتى وصل إلى في نفس الحديث زيادة مهمة، وهي قول أم الفضل، يعني أم الفضل بنت الحارث، بينما أم الفضل بن العباس هي زوجة الهلالية زوجة العباس، بينما أنا قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض فبكيت، فقال ما يبكيك؟ إلى أن أخشى عليك، إلى أن قال أنتم المستضعفون بعدي، يعني بني هاشم. وحديث سعد أيضا، سعد بن وقاص، وحديث أبي هريرة وغيرهم في مسألة أن بني هاشم سيصبحون مستهدفين بعده. طبعا لم يبقى بعد النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم رأسهم الإمام علي. العباس كان ضعيف يعني، بمعنى أسلم قبيل فتح مكة. وبدأ التسليط على البيت الهاشمي نتيجة ماذا؟ حتى نعيد الموضوع الأول، نتيجة العصبية القبلية.
التي أنكرت النبوة أصلا قبل، وإنما هزمت العصبية القبلية، هزمت يوم فتح مكة هزيمة، ولا لا تريد. العصبية هي ابنة الكبر، والكبر كما قلنا اختبار الله للقلوب في هذا. طيب، بهذه المقدمة لو شئت أنا أن أستعرض أشياء كثيرة جدا في هذا القبيل في محاولة التكتم على فضائل أهل البيت وخصوصياتهم الصالحين منهم، كما قلنا حتى أنا ما يعني مسألة العباس وعقيل ليسوا داخلين في الحساب كثيرا إلا من باب حفظ حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، كونهم كانوا يعني أخف، يعني كان العباس عينا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما على الأقل لم يكن منه أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عقيل بن أبي طالب. أما الإمام علي فهو ماذا أقول فيه، يعني هو أخو النبي بالمؤاخاة، وهو صهره على ابنته، وهو سيفه، وهو نجيه، كما قال دعو نجي للنبي الأمين وأنتم عكوف على العزى معا ومناتي. فالإمام علي والمستهدف هو وبيته ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هم المستهدفون، وابتليت الأمة بهم، والإمام الحسين من ضمنهم. وإلى اليوم قد تضيق القلوب عند كثير من الناس إذا ذكر آل محمد، وتنفرج القلوب إذا ذكر غيرهم ترتاح القلوب. قل ما شئت من الفضائل، ما في قلوب، ما هي مشكلة. إذا ذكر آل محمد وفضلهم وقربهم وكذا تبدأ القلوب، هنا الشيطان يدخل، تبدأ القلوب والأسماع والاستفسار، وهل هذا صحيح، ويمكن هذا من غلو الشيعة، يمكن هذا كذا، ولو أنك تتكلم كلام عام مثل هذه الأحاديث. هذه من أين نقلتها؟ مسند الإمام أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، سنن الترمذي، مسند البزار، أبو يعلى، الطبراني، كل هذه مصادر سنية. فالسنة المتقدمون على الأقل الروائيون كانوا يعني أكثر إنصافا منا. اليوم في كثير من الناس لا يكاد أن يطيق مشاركة الإمام الحسين في هذا في تذكر الحادثة. أيضا هذا من تأثير الشيطان، كما قلت في كلامي عن القلب أن الشيطان يريد أطفاء كل نور. القرآن نور، أطفأه بالروايات، بحثنا على الروايات حتى يطفأ. أن النبي نور، أطفأه بكثير من الأمور التي نسبت وشوهت صورة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، حتى أنتجت في ذلك الأفلام وألفت الكتب. نور أهل البيت أيضا شوش عليها الشيطان من الجهتين. الشيطان موجود عند السنة وعند الشيعة موجود، فقد يدفع بعض الشيعة إلى المبالغة وتشويه المناسبة، ويدفع السنة للتكتم، ويذهب أهل البيت هكذا وسط الفريقين. كذلك العقل نور، فالشيطان يلبس على هذا النور بأنه لا، العقل مذموم، وأصبح كلمة عقلاني مذمة، وأن العقل كأنك في العقل تريد مهاجمة النص على طول. أيضا نور المعرفة من أسسها المنطق والفلسفة. الشيطان له هجوم على المنطق والفلسفة، طبعا لا يهاجم نفسه عن طريق من يستطيع إقناعه وأوليائه. الشياطين يوحون إلى أوليائهم، يوحون إليهم، هكذا نص في القرآن الكريم، يخبرونهم كيف تكون الحجج، كيف يخاف، كيف يخوف أولياءه. أيضا يخوفهم، احذر ترى إذا مدحت أهل البيت هذا رفض، إذا مدحت العقل أنت معتزلي، إذا مدحت كذا، يخوف أولياءه. بينما أنت المفترض أن ترى الحجة بهدوء، كما قلنا في الابتلاء أن انظر الحجة، اسمع الحجة، ناقشها، إذا هناك أشياء منكرة ابعد، يعني استبعد هذا. أن وجدت أشياء صحيحة ثبتها بكل سهولة. النفسية المتسالمة مع المعرفة هي ما يريد الله عز وجل، نفسية متسالمة تحب المعرفة تبحث عنها، وأدبياتنا تقول هذا، خذ العلم ولو فصيح. الآن لا، الشيطان يأمرك بالهجر وعدم السماع، اهجرهم ولا تسمع لهم ولا كلمة ولا نصف كلمة ولا كذا. ووجدت هذه في كتب العقائد وكتبها بعض السلف، وكما هذه تسديد منافذ أو سد منافذ المعرفة هدف شيطاني كبير، بينما فتح منافذ المعرفة هدف إلهي. ولذلك أمر بالسمع والتفكر والعقل والنظر. آيات أفلا تعقلون وأفلا تتفكرون في القرآن الكريم أكثر من أفلا تؤمنون. فعلى أية حال، حتى أختم هذه الحلقة بمسألة إثبات بأن
حتى ندخل في الحلقات القادمة لشيء من التفصيل في ثورة الإمام الحسين وأسبابها. لكن أحببت هذه القصة التي لا تكاد أن تصدق كما قلت. ما أظن من المشاهدين الآن من كان يصدق أن بعض الناس المنتسبين إلى الصحبة داخل المسجد النبوي بفناء بيت النبي يذمون بني هاشم ويشبهون النبي بأنه كنخلة نبتت في مزبلة. يعني هذا الكلام، وينادون ابنة النبي إذا خرجت هذه ابنة محمد هذه. لابد أن نتصور الوضع أنه غير ما نتصور. يعني لابد أن نتخيل أن النبي عاش مضطهدا في آخر عمره تقريبا، وأهل بيته عاشوا مضطهدين إلى حد ما، مستضعفون كما في الحديث أنتم المستضعفون بعدي، وهو أيضا من نفس الحديث، من زيادة الحديث، وأن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا. هذا حديث صححه الحاكم وغيره وله شواهد أيضا، والواقع يدل على ذلك. فإذا أتينا إلى يصبح مقتل الحسين، سنأتي لما نستعرض مقتل الحسين أشياء لا تصدق. لماذا هذا الحقد؟ طبعا هذه ابتلاء كما قلنا، نعيد لأن لا نريد أن نفرط في المعلومات الأولى. الله كما ابتلى قوم صالح بناقة، الله ابتلى أمة محمد بهذا البيت الكريم، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الذين لم نحسن حتى قتلهم لم نحسن. إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة أو احسنوا الذبحة، يعني ذبحناهم بذبح عجيب، ولعنا فلانا، لعنا الإمام علي لعن عجيب طويل، دعاء عريض، فعلنا أشياء. والذي لا ينكر يحب أن يتكتم على هذه المظالم يلحقه الإثم، لأن كما قلنا أهل البيت أسئلة الله المفتوحة الذي يريد منك أنت أن تجيب عليها لتهتدي. لا تظن أن الله عز وجل سيترك هذه بدون أن تجيب أنت وأن تبحث، خاصة الباحثين. أنا لا أخاطب العامة، الباحثين يجب عليهم الإجابة على أسئلة الله المفتوحة. بأننا نتفاجأ أو بأن الشيطان يريد منا أن نغطي عقولنا عن الإجابة على هذه الأسئلة أو فتح هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن فتح الأسئلة والإجابات عليها سيعرفنا على أنفسنا، يعرفنا على عقولنا، على تاريخنا، سيعرفنا على بدايات الانحراف، ويعرفنا على بدايات إدخال الشيطان لدينه في دين الله. الشيطان له دين، له مذهب، له سبيل، ومعه أولياؤه، وبعض أوليائه قد يكونوا في الأصل صالحين. يعني الجاهل قد يزيغه الشيطان. يعني مثلا الآن رجل يقتل رجلا ظلما، يقول وسوس لي الشيطان، تمام، فالشيطان قد يدخل على الصالح والطالح، لكن النتيجة النهائية أن الشيطان يريد إدخال إسلام بشري وينسيك الإسلام الإلهي. لما نذكر بهذه الأمور، بالمآسي التي حدثت لأهل البيت، تأتي الأسئلة المفتوحة، أسئلة الله التي يجب أن يجاب عليها. لن تستطيع أن تجيب عليها إلا من القرآن الكريم، لكنك لن تستطيع فهم القرآن الكريم إلا بمنهج قرآني. فلذلك الهداية، وهذا موضوع مرتبط نفس قوي الارتباط، الهداية لا تأتي هكذا. الهداية التي يريد الشيطان أن يصدك عنها، التي قلنا أن الله قد أعطانا معالم كثيرة من القرآن، من العقل، من الكون، من الخلق. إذا فكرت في شيء في سبيل واحد من هذه السبل تهتدي، لكن الشيطان عمل عليها جميعا محظورات عن القرآن لا تفسره. لأن إذا قلت القرآن أي رأي، تمام، إذا قلت في القرآن برأيك فقد ضللت، وأنت ليس المطلوب أن تقول برأيك، أن تتدبر القرآن. أهل البيت احذر، هناك تشيع. القرآن تفسير بالرأي. مسألة أهل البيت، النبي احذر، قد تكون متصوفا. العقل احذر، قد تكون معتزليا. على طول هكذا يحذرك، فلذلك تبقى يدفعك إلى سبيله فقط. هنا الهداية لها نفتح باب صغير حول هذا. كما قلنا دروس الإمام الحسين يجب أن تعطي جديدا في المعرفة. الهداية البرهان لا يكفي، بمعنى
البرهان إذا أتى من الله عز وجل فلا يكفي وضوح البرهان، لا بد من استعداد قلبي ونفسي لقبول هذا البرهان. تمام؟ بمعنى كما قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. بمعنى أن عندما يأتي نبي من الأنبياء أكثر براهين منا، صح ولا لا؟ من أبلغ الدعاء أكثر براهين، مع ذلك لم يؤمن أقوامهم، ما آمن معهم إلا قليل. لماذا؟ هل هو لنقص في البرهان؟ هل لهم لأنهم يعني لم يستطيعوا أن يعبروا عن الحجة؟ أبدا. طيب ما العائق هنا؟ عائق الهداية كما قلنا، القلوب والعقول والأسماع والعصبية والحسد والكبر والمصالح وما أشبه ذلك، أمور أخرى، أمور الشيطان هذه. الهداية لها طرفان، طرف بيد الله عز وجل وطرف بيدك أنت أيها الإنسان. فالذين جاهدوا يهديهم الله، جاهدوا في معرفة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام؟ عدم الفهم الآن، الشيطان صور الهداية، ولذلك لماذا قلنا أن ثورة الإمام الحسين وأهل البيت بشكل عام هم مصدر هداية ليس لكل أحد، يعني للمتواضع القارئ، أما المتكبر ما يهديه لا القرآن ولا ثورة الحسين ولا أهل البيت ولا العقل ولا الكون. خلاص المتكبر متكبر، والله وعد لا يهدي المتكبرين ولا يهدي الظالمين ولا يهدي. لا، البداية تبدأ من عندك أنت أيها الإنسان، تبدأ البداية من عندك. ابدأ، اهدأ، تعوذ من الشيطان بصدق وليس تعوذا لفظيا فقط. افهم المسألة مسألة. فلذلك في القرآن الكريم موضوع آخر اللي هو يدلنا على كيفية الهداية عندما يأمر بالتفكر في الخلق. هذه تعمل مساحة، التفكر في الخلق، الوعي التاريخي يعمل مساحة، يجعل مساحة من الهدى، مساحة أو مساحة قبول هداية. ولذلك أنا شبهت مرة أن الهداية كما قلت يعني من باب التشبيه، أنه مثلما يعني الإنسان يعني رجل من الناس معه ما يسمى دش أو ما يسمى اللاقط الفضائي، ماذا يسمى باللغة العربية، ومعه تلفزيون ورسيفر وما أشبه ذلك. مهما أتى ما اشتغل عنده التلفاز، لم يشتغل، يحاول ويحاول، كل مرة يظن أن البلاء في الدش سليم. المشكلة في هذا التلفزيون أو في الرسيفر. فالدلائل الله عز وجل واضحة في القرآن، في الوعي التاريخي، في الكون. المشكلة هنا في القلب، يعني المشكلة في مكان آخر. فالهداية لها طرفان، مثلما البث التلفزيوني له أكثر من طرف تماما تقريبا. هذا الفهم ابدأ عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، يعني البداية من الذات. فلذلك هنا دعوتي أنا، يعني حتى قبل أن ننتقل إلى سيرة الإمام الحسين واستعراضها، دعوتي لجميع المسلمين بالوعي التاريخي أولا، وبسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن. إذا ضبطت سيرة النبي من القرآن ستعرف الخلل الذي حصل لدرجة أن أهل البيت الكرام وهم المحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام أننا أبقينا اسم النبي هكذا للفخر والعزة والإمرة والفخر، أما أهل بيته فنسيناهم، بقوا ألفاظا. وآن الأوان لإعادة فتح ملف أهل البيت ومظالمهم، ليس للبكاء عليهم وليس لذم من قتلهم، لنفهم نحن كيف صار هذا الإسلام، كيف صارت هذه المعرفة. هذه من ناحية معرفية ضرورية جدا. الناس قد ما ينتبهون أحيانا، يعني أحيانا يظنون كثيرا أن المسألة نزاع سني شيعي، وأن إذا اعترفنا بشيء فالشيعة ينتصرون. ممكن أن تنقل، يعني ابحث التاريخ وانقل التجاوزات واستفد أنت من هذه المسيرة. لماذا قتل الحسين بهذه الدرجة؟ لابد أن تحللها جزء يرجع للشيطان، للنفس البشرية، العصبي، كل هذه. لكن النذالة التي وصلت سيأتي، النذالة التي وصلت لم تصل في أيام الجاهلية، يعني مكارم الأخلاق. أتى النبي ليتمم مكارم الأخلاق، فأتى العرب وهدموا بقية الأخلاق وأبقوا الألفاظ.
والحذر من الشيطان في هذا الجانب، لأنه كون دينا اسمه يعني لا زال اسمه هو الإسلام، ولكن قد أوجد فيه مضامين للأسف جعلت المسلمين في الوضع الذي ترون من المعرفة، من الكراهية، من التخلف، من الأحكام في المال، في الأحكام في الحقوق، حقوق الإنسان، في أشياء كبيرة جدا. هذه مسألة يجب أن نعيدها. في ظني أنا بل في يقيني بأن أهل البيت ثمرة دانية إن صح التعبير. يعني العامي يحب التاريخ، لأن القرآن صعب، قد يصعب عليك القرآن أو التفكر في الكون. أهل البيت بسهولة تأخذ تاريخ الطبري وتقرأ سيرة ثورة الإمام الحسين، ستأتي أسئلة كثيرة جدا، ستأتي أسئلة كثيرة. لماذا صار هكذا؟ يا سيدي اترك الحسين. إذا كان الحسين مشكلة، اقرأ استباحة المدينة، اقرأ هدم الكعبة مرتين، اقرأ لعن الإمام علي على المنابر، اقرأ اقرأ اقرأ، وتساءل: هل هؤلاء الذين قتلوا والذين لعنوا والذين فعلوا هل هم أهل في رعايتهم للفكر والثقافة والعقائد والحديث وكذا؟ هل هم أهل أم ليسوا أهلا؟ هل هناك تغير؟ هل فقط مظالمهم اقتصرت، هل ثورة الحسين لأن فقط مظالمهم اقتصرت على أهل البيت، أم أن لهم مظالم أخرى في المال العام، في الأحكام، في حقوق الإنسان، في المعرفة، في الدين، في تحريف الدين، في التدخل حتى في الصلاة وأحكامها، في التغيير هل كان كبيرا أو ليس كبيرا؟ في الحلقة القادمة سنكشف أمورا أيضا لا تصدق، ولولا أنها يعني صحيحة وردت في الصحيحين وغيرها لما صدق أحد، حتى أيضا نفهم ثورة الإمام الحسين، حتى نفهمها. لأن البعض يأتي هكذا لثورة الحسين ولا يذكر ما هي، يعني يذكر أن يزيد كان فاسقا وكذا، بس ما يذكر المقدمات. الحسين لم يخرج حتى يعني كاد أن يتميز من الغيظ هو وجميع الصالحين. التغيير وصل يعني كلما حتى أتاحوا فرصة لبني أمية أن يحكموا لينظروا، أعطاهم فرصة حتى الناس يعرفوهم، ربما يكونوا عادلين وهم لا يعرفون، فرأوا هذا التغير الكبير وهذا القتل وهذا الأثر بالمال العام وهذا التخريب المعرفي وهذا التقريب الإسرائيليات والأشعار وهذا بث العصبية في الناس واشتراء الذمم. وصل التدهور أكثر، يعني أصبح التدهور المعرفي والحقوقي أكثر. هنا لما يأتي ناس يطلبون الحسين ويطلبون الإمام الحسين في التغيير، أنت أول من غير ونحن في ذمتك كما بالمثل الشعبي، هنا يجب أن يأتي أن يقدم نفسه منقذ حسب عهودهم ومواثيقهم في رفع الحق والعمل بالعدل وحسن يعني إدارة المال العام، تعريف على رعاية على هداية الله في كتابه، على سيرة النبي. فلكن أقول الذي يصحينا سنأتي بغير ذم بني هاشم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغضب النبي من ذلك، وسنأتي لأمور أخرى عجيبة، وهي ماذا فعل بنو أمية في الأحكام العملية. دعك من أهل البيت، نخليهم كما يقال على جنب. ماذا فعلوا في الدين نفسه؟